بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بقى موسم البلح، عندنا البلح السماني اللي هو الأصفر اللي هو الغليظ اللي حبته كبيرة. طبعا ما اعرفش في الدول العربية بيقولوا عليه ايه، بس هو تقريبا يعني متوفر في مصر ورخيص جدا يعني، سعره رخيص خالص. فانا جبت ايه حوالي 2 كيلو. بعد ما قشرتهم وزنتهم 2 كيلو، وده القشر بتاعهم بحطه في شوية مية وبغليه على النار مع حتة بنجر صغير عشان تدي لون حلو للايه، للمية. ففعلا بتدي لون، هو اصلا القشر بيدي لون، فانا حطيت حتة بنجر عشان تديله يعني تغني اللون وتخليه لون غامق شوية. هو اصلا البلح بيدي نفس اللون، بس انا يعني حبيت ان انا ازود شوية سامحوني بقى على صوت اللي انا عندي برد. فاللهم صل على سيدنا محمد. انا طبعا وزنت البلح بعد ما نضفته وشلت النقع منه 2 كيلو، فحطيت كيلو وحطيت حوالي 650 جرام لكل كيلو. انا حطيت دلوقتي كيلو ورديت حطيت ايه 300 جرام. واللهم صل على سيدنا محمد. شرفتوني النهارده في الفيديو يا حبايبي، والله وانا مبسوطه جدا ان انا داخله عرض اول، وربنا يبارك في البنات اللي هم معايا وبيساعدوني وواقفين معايا، وربنا ما يحرمني منهم ابدا يا رب. حبايبي كلهم وبدون استثناء طبعا عشان ما حدش يزعل. وادي كميه السكر، انا فضيت الميه ووريتكم كميه السكر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما تنسونوش بقى من الاشتراك والشير وتشجعوني كده دايما زي ما بتشجعوني. وما تحرمش منكم يا رب. فطبعا انا سلقت البلح في حلة تانية، نفس اللون بتاع المية، سبحان الله، يعني البلح اصلا بيدي نفس اللون الغامق ده. فطبعا هو في بذره لسه النقاية لسه فيه، فانا كنت حاطه شويه لوز، غاليه لهم ميه وحطها عشان ايه يتقشر بسهوله. يعني اول ما تفركيه كده، وانا طبعا عملت على طول عشان ما اخدش وقت. اول ما بتفركيه كمان بايدك بيطلع بسرعه. فحطيت بقى ايه، هوريكي بقى دلوقتي ازاي تحطي اللوزه في البلحه تطلع النقايه من الناحيه التانية منتهى السهولة. طبعا انا مش هعمله كله، انا هعمل شوية بس اوريكم، لان ده مربى، ولو عملتيها سندوتشات مش هينفع تعملي، حط البلحة بحالها. هو بس انا حطاهم هعملهم كده كزينة. وطعمهم جميل قوي وشكلهم بيبقى تحفة بصراحة. لما بتبقى حاطة يعني حاجة وشوية مربى وحاطة واحدة كده في النص كده بيبقى شكلها جميل قوي. اهم حاجه ان انت بالراحه عشان ما تفتحيهاش. تحطي اللوزه تلاقي النقايه بتاعتها طالعه من الناحيه التانية. طبعا انا حطيت الميه بالسكر على النار، وحطيت اللي هو ايه البلح اللي هو الكامل، حطيته خد غلوه الاول، وفصصت بقى البلح التاني كل واحده 3 4 كده. يعني مسكت الواحده عملتها حوالي 4 علشان طبعا ما يبقاش غليظ يعني في السندوتشات، ولا مثلا حطاه الصبح على الفطار تعرفي تاكلي منه. بتحطيه طبعا على النار، وحطيت حوالي عصير ليمونتيه. طبعا النقع بتاعه انا ما برميهوش، انا باخده بغسله غسيل كويس بنشفه وبخليه عندي. بحط لما يكون عندي لحمة كبيرة او بط، بتحطي نقيتين منه بيساعد على سوى اللحمة والبط والفراخ واي حاجة تحطيها. وانت ممكن تحمصيه وتعمليه قهوة، يعني ليه كذا استعمال. طبعا عندي شوية لوز وفستق كده صغيرين كانوا فاضلين من رمضان، فجيت ايه مفصصاهم كده، دقاهم كده بس دقاهم مفصصاهم فصوص صغيرة وحطيتهم على الايه على المربى عشان تغنيها، يعني يبقى غذا كامل يعني، تبقى نسبة الغذاء فيها عالية. طبعا انا البرطمان ده انا غلياه ومعقماه، وهحط المربى سخنة نار لدرجة انا مش عارفة امسك البرطمان في ايدي. فسخنة نار طبعا كده بيعقم البرطمان بزيادة، وعشان ما تعفنش معاكي او تبوظ او تحمض. وطبعا انت بعد ما بتحطيها في البرطمان تسيبيها بقى ايه في مكان بارد، ما يكونش سخن علشان ما تبص، او هي المفروض تبقى بره تغيب سنة، لكن في الجو الحار الحاجة بتبوظ بسرعة.
فانت حاولي يعني تحطها في مكان بارد، وتشيلي بقى برطمان منها كده لرمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، خلاص بقينا على الأبواب. وربنا سبحانه وتعالى يجعل سنة جديدة مبروكة علينا كلنا وعلى كل المسلمين في شتى بقاع الأرض. وبقدم لكم تحياتي حبايبي بناتي الحلوين اللي معايا في الجروب، اللي بيشجعوني على كل حاجة. وما تحرمش منكم، ما تنسونيش في الشير وفي الإعجاب والمشاهدات الحلوة بتاعتكم. وبشكر كل اللي ساعدني يعني في كل حاجة، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. وبتفرج دلوقتي طبعا، اكيد طبعا هشوف تعليقاتكم وهتبسط منها جدا. ومعلش في حد بيخبط بره في الشارع، فممكن يكون الصوت طالع في الفيديو حاجة خارجة عن ارادتي يعني. الله يسامحه اللي بيعمل كده. فتمسحي طبعا البرطمان كويس حروفه، عشان ما تعملش معاكي ريم ابيض. وتاكلوها في الهنا وجربوها، والله طعمها رهيب. بعمل بقى سندوتشات بنحطها على الفطار، طعمها جميل جميل والله العظيم. بجد مغذية جدا ورخيصة جدا يعني. الكيلو يعني ساعات ال3 كيلو ب10 او ال2 كيلو ب10، يعني رخيصة. اعملي كمية ليكي ولادك لو وبعدين مغذية جدا ومقوية للدم. سبحان الله، ومهدئة للأعصاب، لأن البلح يعني معروف إن هو مهدئ للأعصاب. فبتعمليها لأولادك سندوتشات ووجبة كاملة يعني، مع مثلا أي حاجة تانية جنبها، وتفطري منها. ما شاء الله يعني طالعة دهب. بصراحة طالعة شكلها لون النحاس الأصفر. ما شاء الله. وعايزاكم تجربوها وتدعوا لي بقى لما تجربوها وكده وتنجح معاكم، تدعوا لي. وادي البلح اللي هو الكامل ده اللي فيه اللوز. وتاكلوها في الهنا ان شاء الله يا رب انتوا وحبايبكم. وما تنسونيش يا حبايبي من دعائكم. اتمنى دايما ان انتوا تدعوا لي بالشفاء، وربنا سبحانه وتعالى ما يكتب على حد اي مرض ولا اي تعب يا رب. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويصلح احوالنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.